السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، لعل السؤال ده كما أرسلت جاوبت عليه إجابة مفصلة في تقريبا 37 دقيقة. ولكن حابب أقول لك حاجة من وجهة نظر مختلفة. تخيل إنك رحت في بلد ليها ملك، والملك ده يملك الدولة، يملك كل تفصيلة فيها بكل شيء، وقال لك أنت جيت كل حاجة هتتمناها أعملها لك، فما تقلقش. بالطبيعة البشرية اللي احنا هنعمله اللي احنا عمرنا ما هنقلق. ليه؟ لأننا خدنا الوعد من الملك، صحيح؟ ودي الحاجة الحقيقية، سواء رحت بقى الملك، لرئيس، لمدير في شركة، لمدير في مصلحة، بل لأمين شرطة مثلا في المرور. لو قال لك ورقك عندي أنا هخلصه لك، ما بتشكش أصلا مرتين، ده أنت بتلف على الناس تقول لهم أنا عندي حد كبير قوي في المرور هيخلص لي القصة كلها بكل ثقة، وبتروح تاني يوم عندك يقين إن الأمور هتخلص. لو أنت قلت غير كده يبقى أنت كذاب. فده احنا كبشر. ليه؟ لأننا للأسف نرضى بالدون، دي حاجة، وثانيا لا نعلم عن الله الكثير. لا نعلم عن الله الكثير. فالله عز وجل لما يقول لك إن الله قدر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. والصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث اللي هو لو كل شيء مكتوب فيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. انت ما تعرفش ايه اللي مكتوب، والله عز وجل كتب رزقك، بعث الملك فكتب كل شيء بما فيهم رزقك وانت في بطن والدتك بعد ما تميت 4 شهور ونفخ فيك الروح. الله عز وجل ليقطع كل شيء قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو الرزاق، الله عز وجل من أسمائه ومن الإيمان باسمه اسمه الرزاق المنان الوهاب. فالله عز وجل قال لك كمان عشان يقطع الشك في كل شيء، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا وتعود بيطانا. فانت المشكله اللي احنا عارف حق توكله، احنا عندنا حق التوكل ده لو ده ملك، حق التوكل ده لو ده رئيس، حق التوكل ده لو ده وكيل شرطه، فاهم؟ لو وكيل شرطه في مأموريه. فاللي انا بقوله لك، اللي انت لو بتعامل الله كما تعامل اقل عباده اللي ليه جزء من اجزاء في اللي هو يقدر يخلص لك مصلحه، والله الامور كانت استتبت واستقرت وكل شيء. فالامر من الامور شوف الايمان، مراتب الايمان الست اخرها الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره. فانت الله عز وجل قدر مقادير الخلائق، كل شيء مكتوب، ما عليك الا لما الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم لي جمل أعقله أم أتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. أنت بتاخد بالأسباب. على المرء أن يسعى إلى الخير جهدا وليس عليه أن تتم المقاصد. الله عز وجل لما سيدنا إبراهيم ودى السيدة هاجر في واد غير ذي ذرع وتركها ومشي، قال لا، ونادته، قالت نادته كذا مرة لمن تتركنا لمن تتركنا، فلما استدركت قالت الله أمرك بهذا؟ فقال نعم. قال إذا لن يضيعنا. الله عز وجل قال أليس الله بكاف عبده؟ الله عز وجل الذي قال في الحديث القدسي لو اجتمع إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم في صعيد واحد فأعطيت كل منكم مسألته ما نقص ذلك من شيء إلا كما ينقص المخيط إذا يدخل في البحر. مشكلتنا اللي احنا أصبحنا نعامل الله عز وجل وثقتنا في الله واستعانتنا به وتوكلنا عليه لا يعادل التوكل على شخص من أمر من أمور الدنيا. فأنا بقول لك أنت فكر في الله عز وجل كتفكيرك في الملك ده اللي هو يملك أمور الدنيا، وهو الملك ده ممكن يموت في لحظة. الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، قيوم لا ينام. فأنت الله عز وجل متصرف في كل شيء. قل إن محياي ومماتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله عز وجل قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فأنت بتفكر في إيه أصلا؟
يعني نحن نرزقهم واياكم، انت كل حاجه شيء مقدر وخلصان، انت كل اللي بتعمله على المرء ان يسعى الى الخير جهده، عليك السعي وليس عليك النتيجه. فده اللي انت محتاج تفكر فيه. فانت لما تفكر في كده تقول ياه انا بظن في الله اللي انا ما بظنوش في واحد ممكن يعرف يقضي لي مصلحه او لا. فلما انت تستقر في ده، واللي كل واحد ربنا مقدر له مساله الرزق ده، تقول الرزق زوجتي وعيالي وابوي وامي، ورزق الدابه النمله اللي ربنا عز وجل قال يا ايها النمل ادخلوا الى مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النمله دي اللي الله عز وجل رزقها ويعلم يعني كل شيء مستقرها ومستودعها ويرزقها، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فأنت بتفكر في إيه؟ فده قلة إيمان بالله عز وجل لقلة علم بالله عز وجل. فأنت محتاج تعلم عن الله عز وجل، تعلم من الله، من هو الرب المتصرف بالخلق والرزق والتدبير والملك، الملك الله عز وجل اللي هو الواحد لا يستطيع أن يتسمى باسم ملك الملوك لأنه ملك الملوك الله عز وجل. فأنت ملك الملوك الذي يرزقك بغير سبب. يا عم روح دور على الفرق بين اسم الله عز وجل المنان والوهاب والرزاق وهتعرف الفرق. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. واعرف إن المال مش هو الرزق الوحيد. المال ده شيء من الاشياء. انا قلت لك هديك 2 مليار جنيه وهاخد عين من عينيك، هتقول لي استحاله. فانت عندك الرزق والسعاده والاسره والجسد والامن والمسكن والمأكل والمشرب، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. فابتدي فكر في الله عز وجل كتفكيرك في حد بيخلص لك مصلحه. هتلاقيك انك انت يعني نظرتك لله عز وجل فيها نظر كثير، تحتاج انك تتعلم عن الله عز وجل بحيث انك تؤمن به، فتعرف ان كل حاجة الله عز وجل مدبرها وميسرها. بس فالله المستعان يعني الله المستعان. الله عز وجل رزقك في السماء، فخلاص انت محتاج ايه تاني؟ أسأل الله عز وجل أن ييسر لك وأن يبارك فيك وأن يرزقنا وإياك الرزق الطيب الحلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.